ظهر الخير عصر الخير. انا دلوقتي في الاوبن اير، فهقدر اسيب مصر عشان اتكلم معاكم. الاول عايزه اوريكم حاجه لطيفه قوي. عايزه اوريكم ده. انا ركبت ازاز هنا لاني بكره الشيشان اللي بتتقفل كده وكده، وعايزه قوه السلاح وانا ما عنديش هذه القوه. فانا قلت اركب بقى حاجه تبقى سهل جدا تتقفل وسهل برضو تتفتح. عايزه اقول لكم انه شاتر فليكس ما يقدرش يدخل، هو ما يرضاش، مش انا، شاتر فليكس اللي ما يرضاش يدخل اي حشره، نمله، برص، اي حشره. مش هقول اكتر من انه طبعا احنا في اوبن اير وفي الجنينه، ففي حشرات كتير ممكن تدخل. فالاول فكرت احط الستاره، وبعدين لقيت مشكله كبيره جدا انه لما بخلص مسرح، ايام لما كان في مسرح بتبقى الدنيا منوره قوي حتى بالستاره والبلاك اوت وكده. شاتر فليكس بالريموت كنترول عشان ما نطلعش وننزل. انا بنصح كل حد انه يركب شاتر فليكس، وانتوا شفتوا هو ما اخدش وقت، انا كنت موجوده من اول التركيب. بس في حاجه تانية اهم، انه الصيانه بتاعته، هقول حاجه بس ما حدش يضحك عليا، هي مدى الحياه. يعني ضد احنا في الجو هنا، انا في الساحل، الاملاح والرطوبه والمطره. انا سالت يا ترى المطره ممكن تدخل جوه هنا وتبوظ شاتر فليكس وما يرضاش يطلع وينزل؟ قالوا لي لا. نصيحه ليكم، شاتر فليكس ده مش اعلان ولا حاجه، لكن انا بقول لكم هو ستاره وبتحجب الضوء، ولما الواحد بيرجع من المسرح عايز ينام والدنيا بتبقى النهار طلع، فاقفل. وانا دلوقتي هقفل كده عشان اقول لكم ظهر الخير، واقول لكم اتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله باذن الله تزول هذه الجائحه الشديده اللي بتجتاح العالم كله. واهم حاجه الماسك والجلافز. شكرا لكم، شكرا شاتر فليكس. انا دخلت جوه فانا لبست الماسك. فانا عايزه اقول لكم حاجه كمان، انا استغليت وقت الكورونا، لكن كل الناس اللي بيشتغلوا كانوا جايين ومتعقمين، كل التعقيمات موجوده، وانا كمان بيشتغلوا بره. عايزه اوريكم حاجه في شاتر فليكس، انه هو عنده اكتر من درجه اللي هي دي، اللي انا ابقى قاعده جوه ولو حد مشي في الجنينه اشوف خياله، وفي نفس الوقت تعمل تهويه. وبعدين في الدرجه دي اللي هي تعمل عتامه بتاعت دودو تصبحوا على خير. دلوقتي عايزه اسالكم سؤال، يعني في حاله لا قدر الله اي عطل، بعد قد ايه تستجيبوا للطلب وتجوني؟ حضرتك مثلا حصل معاك العطل، لو في امكانيه بتجيلك في نفس اليوم هنجيلك، ممكن اجيلك تاني يوم الصبح على طول. اشكرك جدا، ده مهم جدا. لو لا قدر الله حصل اي عطل ان شاء الله في نفس اليوم، او مش معقول انا اطلبك الساعه 1 بالليل واقول لك تعالى عندي عطل. زي ما قلت لحضرتك، اليوم اللي يسمح فيه الوقت هنجيلك، اشكرك فيه ثاني يوم الصبح هنكون عند حضرتك. اشكرك، ميرسي. ده اهم بند والله عندنا في الشركه. ميرسي يا باشمهندسين، انتوا الثلاثه، ميرسي. للمزيد من المعلومات تواصل معنا